السلام عليكم يا حبايبي. النهارده هنعمل بقى معاكم تحلية جميلة والكل بيحبها. بسبوسة الحلواني بمقادير مظبوطة وطريقة جميلة جدا وسهلة، وإن شاء الله هتعجبكم الطريقة. وشايفين البسبوسة طالعة عاملة إزاي؟ بسم الله ما شاء الله، مرملة والطعم ما أقولكوش عليه. إن شاء الله نخش مع بعض على الفيديو ونشوف عملنا بسبوسة الحلواني الجميلة بالطريقة بتاعت تيتا روكا إن شاء الله، وهتعجبكم الطريقة وهتطلع دايبة ومرملة وجميلة جدا والطعم خطير إن شاء الله. نخش مع بعض على الفيديو ونشوف عملنا البسبوسة الجميلة دي هنسمي الله بتحميرها ونصلي الجميل على الرسول صلى الله عليه والطراوة وسلم، ونبدأ بتاعتها، بقى في الايه وهتعجبكم إن شاء الطريقة الله الطريقة. بتاعتنا. أنا جبت كده كيلو بسبوسة، زي ما انتم شايفين، واتنين زبادي، ونص كوباية جوز الهند، ونص كوباية سكر، وعندي باكو بيكنج باودر. هنحط مع بعض ونمشي في الخطوات ازاي. تمام كده. انا حطيت كيلو البسبوسة عليه هحط عليه نص كوباية سكر ونص كوباية جوز الهند بتطعمها وبتخليها طعمها جميل جدا. وبحط عليها اللي هو المعلقة على كل نص كيلو، معلقة بيكنج باودر صغيرة. يعني انا جايبه كيلو هحط عليه معلقتين بيكنج باودر. تمام كده يا حبايبي. واحط عليهم الزبديتين. يبقى كده حطينا بقى المقادير بتاعنا: السكر وجوز الهند والايه والمعلقتين على الكيلو. تمام كده. معلقتين بيكنج باودر، هي مش ممليانه او ممسوحه يعني. تمام كده يا حبايبي. هنقلب ده كله مع بعضه، وبعد كده نبدا نحط الزبادي بتاعنا. عندنا زبديتين، هتمسكي ايه تقلبيهم مع بعضهم. تمام كده يا حبايبي. المقادير سهله وبسيطه زي ما انتم شايفين. بعد كده عندي كوبايه سمنه كبيره، يبقى كوبايه سمنه، كوبايتين زبادي، نص كوبايه سكر، نص كوبايه جوز الهند، ومعايا اللي هي ايه معلقه يعني، يا اما معلقه كبيره بيكنج باودر على كيلو، يا اما ايه معلقتين صغيرين. تمام كده يا حبايبي. كده هنحط بقى كوبايه السمنه. السمنه بقى دي حسب انت ما انت بتحبي، عايزه سمنه فيرن، عايزه تحطي زبده مسيحاها، اللي انت حباه. انا كان عندي زبده صفرا فانا حطيتها عشان بتخلي طعمها روعه، فبصراحه طلبت كانت متوفره عندي فعملتهم بيه. طالعه بصراحه طعمها خطير جدا. هتقلبيها وتعمليها كانها ايه بتبسيها زي الكحك. الاول هقلب الزبده او السمنه معاها، وبعد كده تبداي تبسيها زي ما كنت ايه تشبعي كل الايه الدقيق اللي هو البسبوسي دقيق البسبوسه بالسمنه بتاعتك اللي هو دقيق السميد. بتخليه كانه مرمل كده. كده تشبع بالسمنه بتاعتنا بالكوبايه. تمام كده يا حبايبي. زي ما انتم شايفينها كده حبيبات كده كلها شبعانه بايه بكوبايه السمنه. بعد كده هنعمل ايه؟ هتحط عليهم بقى كوبايتين الزبادي. يبقى بعد ما تحطي السمنه تحطي كوبايتين الزبادي. دي يعتبر زي العجين بتاع الايه عجنه البسبوسه. وده احنا مش بنعجنها برضو، يعني احنا بنعملها بنخلطها بس بيهم عشان يديها طراوه. تمام كده يا حبايبي. هبدا برضو اقلب البسبوسه مع اللي هو البسبوسه مع الزبادي. ماشي كله ايه نلف كله بالايه بعلبتين الزبادي. تمام كده. لحد ما يدوني عجينه، هي مش تبقى عجينه برضو، يا دوبك هي تبقى متماسكه شويه. هلفها كويس جدا مع الزبادي. ودي كل المقادير بتاعنا. هنبدا بقى نشتغل في ايه بعد كده. هنبدا يا حبايبي نجيب بقى ايه صينيه وندهنها سمنه زي ما انتم شايفين. شايفين العجينه عامله ازاي اهي، يعتبر مفرفره. يعني هما علبتين الزبادي كويسين بالنسبه لهم. تمام كده. هبدأ بقى ايه ندهن الصينية بتاعتنا بقطعة من الزبدة او من السمنة، وبعد كده نفرد بقى فيها البسبوسة بتاعتنا او دي السميد اللي احنا عملناه. شايفين بقى عاملة ازاي متماسكة. تمام كده. هبدأ بقى بالمعلقة بإيدك زي ما انت حابة، هتفرديها وتسويها كلها بحيث ان هي كلها تبقى يعني ما تبقاش ايه حتة عالية وحتة ايه واطية، لا كلها تسويها وتظبطيها بايدك بقى كده. وايدك طبعا هي ميزان بالنسبه للصينيه، بتشوفي الحته العاليه فين والحته اللي هي الايه اللي محتاجه شويه تبقى عشان تطلع كلها السمك بتاعها واحد. تمام يا حبايبي. كده انا بفرد في الصينيه اهوت زي ما انتم شايفين. هفردها كلها بقى في الصينيه كده بايه زي ما انا قلت لكم بتساوي، على اساس ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه في الصينيه. تمام كده يا حبايبي. كده ايه خلصنا كده البسبوسه بتاعتنا او دي السميد جميل جدا زي ما انتم شايفينه. والعجينه بتاعتها حلوه زي ما انتم شايفينها والمقادير مظبوطه جدا. تطلع وما تقوليش بقى اجدع حلواني، روعه روعه روعه. كده بنفردها اهوت في قلب الصينيه. وبعد كده هنبقى ايه نبدا نجيب بقى سكينه بعد ما نسويها خالص وتظبطيها عشان ما تبقاش البصمه بتاعتك باينه في الصينيه. هتبداي بقى ايه تسوي الحروف بتاعتها بمعلقه باي حاجه ممكن ايه تسوي بيها زي ما انتم شايفيني كده بسوي بيها كده اهوت.
تمام يا حبايبي كده. تساوي كل الحروف بتاعتها عشان ما تبقاش برضو حته عاليه وحته ايه منخفضه. تمام. هظبطها بقى كلها كده الصينيه. وبعد كده يبدا بقى عندك مكسرات حطي، ما عندكيش مكسرات وعايزاها ساده اللي متوفر عندك اعمليه. تمام كده يا حبايبي كده. كان عندي شويه مكسرات بتوع رمضان اللي هو بندق، فانا ايه جبتهم وبدات ايه اكسرهم عشان اسوي ايه بهم ايه واظبطهم في قلب الصينيه بتاعتي. كده الصينيه بتاعتي خلاص اهي خلصتها. هبدا بقى اجيب شويه المكسرات الموجودين عندك وتزوقيهم بيها بقى، وكل واحد طبعا بايه بذوقه وحسب المتوفر عندك. تمام كده حبايبي كده. إيه كده يعتبر خلصناها. هو لسه بسوي فيها برضو عشان شايفه فيها حته عاليه وحته واطيه وكده، فانا ايه بظبطها عشان ما تبقاش ايه طالعه مش حلوه. كده خلاص ظبطت الصينيه بتاعتي اهيت. هنبدا بقى بجيب المكسرات بتاعتي الاول. قطعتها زي ما انتم شايفينها كده، عايزاها حسب برضو ما انت حابه. انا قطعتها كده ايه مربعات. تمام كده عشان برضو تشرب الايه لما نيجي نعمل الشربات بتاعها، تشرب الشربات وتبقى إيه طريه ولينه وهشه. تمام. بس تعملوها بالمقادير اللي احنا قلنا لكم عليها. تمام يا حبايبي كده. كده قطعتها خلاص اهيت. هبدا بقى اجيب المكسرات بتاعتي المتوفره عندي وهبدا بقى ازوق بيها زي ما انتم شايفين كده. كده البسبوسه زي ما انتم شايفينها شكلها هيطلع ان شاء الله خطير. كده خلاص قطعناها وجهزناها بقى ان احنا نحطها في كده. انا ايه من قبل ما اشتغل في البسبوسه كنت انا مجهزه الفرن بتاعي ومولعاه على 180. تمام يا حبايبي كده. وحطها على الرف الاوسط. كده خلصنا وقطعنا. هنبدا بقى نجيب الزواق بتاعنا اللي هنزوقه بيها وما خدتش مننا اي حاجه. هنبدا بقى نشكلها حسب ما انت عايزه، مش متوفر مش لازم، المتوفر عندك اعمليه. تمام يا حبايبي كده زي ما انتم شايفين بقى بدات ازوقها عشان بقى نفرح ولادنا شويه كده اهوت. ادي بقى هي اللي كان متوفر عندي هو شويه الايه اللي هو البندق ده. حطيت بقى واحده عكس واحده كده وكان شكلها حلو في الصينيه. وتاكدي عليها عشان ما تطلعش برضو منك كده. تمام يا حبايبي كده شكل الصينيه روعه. والطعم برضو الطعم طلع جميل جدا بالمقادير اللي احنا قلنا لكم عليها. تمام يا حبايبي كده. كده بقى هكمل بقيه الصينيه اهوت زي ما انتم شايفين. وهنبدا بقى اعلق على الشربات بتاعي. كده هحطها الاول في الفرن وهبدا اعلق على الشربات بتاعي عشان عبال ما تطلع من الفرن كل الشربات بتاعي متظبط ويكون خلصناه. تمام كده يا حبايبي. اللي وصل معايا لحد هنا ما تنسوناش من لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. وما تنسوش تدعمونا. طبعا احنا مش هنوصل بيكم، فربنا يجازيكم عنا خير الجزاء. وبشكر الناس الحلوين اللي دخلوا القناه جداد. ربنا يديمكم نعمه في حياتنا وربنا يجازيكم كل خير. وطبعا الناس اللي معانا قدام بشكرهم يعني ربنا يجازيهم كل خير. كده خلصنا الصينيه. هنبدا بقى نحطها في الفرن. وبعد كده هنبدا بقى نعلق على الشربات بتاعنا. الشربات بتاعنا ده عباره عن الشربات بتاعنا عباره عن 3 كوبايات ميه بحط عليهم كوبايتين سكر. هبدا بقى اعلق على الحله عبال ما دي تطلع من الفرن. تمام يا حبايبي كده. شكلها يا حبايبي كده النهائي. كده خلصناها زي ما قلت لكم. هنحطها بقى في الفرن وتطلع. وبعد كده هنعلق بقى هنعلق بقى على الحله بتاعتنا بتاع الشربات. زي ما انا قلت لكم هنحط 3 كوبايات شربات وعليه 3 كوبايات ميه عليهم كوبايتين من السكر. تمام كده حبايبي. كده شكل الكنافه اللي بتاع ده بقول الكنافه البسبوسه كده جاهزه. وهنا بقى هنبدا في خطوه الشربات. حطيت في الحله بتاعتي كوبايتين سكر زي ما انتم شايفينهم اللي هو بتاع مج الشاي اللي بنشرب فيه. تمام كده حبايبي. كوبايتين السكر هم هحط عليهم 3 كوبايات ميه. تمام كده. ونولع عليهم بقى النار ونسيبهم بقى مع نفسهم لحد البسبوسه بتسقط. اول كوبايه، الكوبايه التانية برضو اهيت، ودي تالت كوبايه نحطها. يبقى 3 كوبايات عليهم كوبايتين سكر ونص عصره ليمون. ما تقلبيش وما تعمليش فيهم اي حاجه وسيبهم زي ما هم كده على النار. تمام. تغلي بس لمده 10 دقائق. تغلي اطفي عليها. احنا مش عايزين نعملها زي بتاعه بلح الشام او بتاعه الكنافه، لا احنا عايزينها خفيفه زي ما هي. تمام كده. تغلي 10 دقائق ونبدا نطفي على الشربات بتاعنا. كده خلاص الشربات جهز. هنبدا بقى اول ما يغلي على طول هطفي عليه. كده حبايبي بقى بدات البسبوسه بتاعتي زي ما انت شايفينها قمر طلعت من الفرن.
بسم الله ما شاء الله. والشربات سخن، هي سخنه والشربات سخن. شايفينها بتشرب ازاي الشربات بتاعها على طول. لو مش حلوه هتبص تلاقيها الميه بتاعتها او الشربات بتاعها بيبقى ايه على الوش ما بتشربوش، لكن هي عشان جميله وهشه شربت الشربات بتاعها، فده دليل على نجاحها. ان شاء الله تجربوا الطريقه بتاعتنا وتعجبكم، على شكلها وعلى الطعم بتاعها وريحتها كانت خطيره جدا. ان شاء الله تجربوا الطريقه بتاعتنا وتقولوا لنا ايه رايكم في الطريقه دي. هطلع لكم قطعه حالا بقى في الصينيه وهوريها لكم على جمالها وعلى طراوتها، طريه وشاربه الشربات بتاعتها ومرمله، ولا اجدع حلواني. ان شاء الله لو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنساش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. شايفين شكلها عامل ازاي، والطعم والمقادير مظبوطه وجميله جدا جدا جدا. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لنا ايه رايكم في البسبوسه بتاعت تيتا روكا. تمام يا حبايبي كده، شايفين عامله ازاي مرمله ازاي، روعه روعه روعه. ان شاء الله تجربوها تقولوا لنا عليها ايه، والطعم ما قالكوش عليه خطير. ان شاء الله تجربوا طريقتنا وتعملوها باذن الله. إيه كده خلصنا خلاص البسبوسه بتاعتنا، ونعمل بقى معاها كوبايه شاي كده اهوت وايه. وده قعدت بقى ايه اخر النهار بعد الساعه الخامسه كده بعد الغدا، وكنا بقى رحت واخده ايه عامله لي كوبايه شاي معاها، وخدت لي قطعه بسبوسه بس طبعا مش بكتر منها قوي. ورحت قعدت بقى على جنب كده مع قطعه البسبوسه، وقعدنا بقى إيه نشربها بقى بمزاج. بصراحه كان طعمها خطير خطير جدا. زي ما انتم شايفين بقى كده دخلت وعملت لي كوبايه شاي وقعدت شربتها وعجبتني جدا. ان شاء الله الطريقه بتاعتنا تعجبكم، وما تنسوناش برضو تاني من لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم منا جديد. بحبكم في الله يا حبايبي، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.